دكتور، هو الألم اللي في الصدر ده ممكن يكون سببه إيه؟ بص حضرتك، الوجع اللي عندك ده بسبب ان احنا ضربات قلبنا سريعه قوي، ولما دردشنا كده مع بعض وخدت التاريخ المرضي لقيت ان حضرتك بتشرب كميه قهوه وشاي ما يستحملهاش اي قلب. فلازم ان احنا نظبط اكلنا وشربنا، نبعد عن اي حاجه ممكن تزود معدل ضربات القلب، الشوكولاته، الكولا، البيبسي، الكافيين عامه كله بلاش منه خالص. ظبط اكلك وشربك وهتبقى زي الفل. دكتور، الألم اللي في الصدر ده تعبني أوي. بص يا بيه، دلوقتي السكر اللي بقاله عندنا اكتر من كذا سنه ومش منتظم بدأ يأثر بنسبه بسيطه على الشرايين. اول حاجه محتاجين نظبط سكرنا كويس جدا عشان نحافظ على شراييننا. تاني حاجه، الوضع الحالي مش محتاجين اكتر من ان احنا ناخد علاجات نحافظ بيها على الشرايين والموضوع ما يتطورش بعد كده. ديت خطتنا في الوقت الحالي، مع تظبيط العلاج ان شاء الله امورنا هتبقى كويسه وما نلجاش في اي وقت ان احنا نعمل اي تدخل عن طريق قسطره او جراحه. دكتور، الوجع اللي في صدري ده تعبني أوي. بص حضرتك، دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نصور الشرايين عشان احنا بقالنا فتره بناخد العلاج والاستجابه مش احسن حاجه. لو سيبنا الوضع اكتر من كده ممكن لا قدر الله العضله تتعب ويبقى علاجها صعب جدا. احنا مجرد عايزين نصور الشرايين عشان نعرف نعرف احنا في انهي مرحله دلوقتي، احنا ماشيين صح ونكمل على العلاج الدوائي، ولا ان احنا محتاجين ان احنا نعمل توسيع ونركب دعامه ونلحق الوضع بدل ما لا قدر الله يسوء عن كده، او لا قدر الله ممكن نبقى نحتاج ان احنا نعمل جراحه قلب مفتوح. نفس العرض، آلام الصدر، بس ممكن تكون الأسباب مختلفة، وبالتالي التشخيص كمان مختلف والحلول كمان مختلفة. بس في CMC كل الإجراءات التشخيصية وكل الحلول العلاجية لأمراض القلب.